هاي الحلقة برعاية خشم المنشول. اشتراك، لايك، فعل الجرس. وي كل الناس تريد تشتهر. ليش تريد تشتهر؟ لين تريد فلوس. بس السؤال، الشهرة تجيب لك فلوس؟ ايه تجيب لك فلوس وهواي اهم. بس الطريقة سهلة؟ لا، الطريقة ابد مو سهلة. لازم تصير مميز يا تشتهر. يلا على اساس جماعة بابج مميزين. هم صدق. خلي اسد المقطع. باي. المهم بهذا المقطع راح نحكي على الشهرة. زين انت ما مشهور، ليش تحكي وانت كل شيء ما تعرف؟ والله صراحة انا بكيفي، قناتي وانا حر. وبعدين انت ايش عندك هنا؟ اني ما ادري. دي يلا اطلع وسد الباب لا اسرقك بالنعال. اوكي اسف. وبعد ما خلصنا من المشككين واعداء النجاح نرجع لموضوعنا اللي هو الشهرة. ليش الناس تريد تشتهر؟ ليه تريد فلوس؟ ليش تريد فلوس على مود تصرف؟ ليش تصرف على مود تعيش؟ ليش تعيش على مود تاكل الشهرة انواع هواي. مغني، موديل، ممثل، واخر رتبة هي اليوتيوبر. اللي يريد يدخل اليوتيوب عنده 3 طرق على مود يشتهر. الطريقة الأولى، تنشر مقطع بس متعوب عليه كل الشغل وتفكير مال اسبوعين 3، مثل مقاطع ابو الرود وحسين عبد الله واكتوبر. ابو الرود اكثر قناه ضحكني، وحسين عبد الله عنده 750 الف مشترك ب 24 فيديو بس. ما شاء الله ما شاء الله. واكتوبر يحكي على الوضع العلاقة الفيط ويمشي يتابعون على الفيديو اللي يسووه. يعني الفيديو مال شغله بالساعة وتعال سجل نزل بدون مونتاج. عندك حسين عبد الله الفيديو مالته مونتاج ياخذ شهر ويمكن اكثر. هذا الشخص يكتب ويجمع معلومات ويتاكد من المعلومات ويجيب ستيكر ويسوي انيميشن ويعطيني بكل تفاصيل يصغرونه. وهاي الطريقة الاصعب ويمكن تمشي ويمكن ما تمشي، لان اليوتيوب يشوف اذا المشاهد كمل المقطع الاخير ومن خلص راح المقطع الثاني. اليوتيوب حيصعد المقطع ترند او مقترح وحيطلع مقترحات وحيجيب مشاهدات. الطريقة الثانية، وهاي الطريقة استعملها انا، انه تحكي على شيء طاش اول ما يصير وبنفس الوقت منتج وترتب المقطع مود ما يصير ممل. ويعني اي شيء يطيش تحكي عليه. امريكا ضربت ايران وايران ضربت امريكا، ترامب تنزل مقطع. نور ستار صارت نور شمس، ترامب تنزل مقطع. وطريقتي اعتبرها اسهل واحسن طريقة، لان طريقتي لازم امدحها. والطريقة الثالثة اسهل طريقة، افشل طريقة، اكثر طريقة ممكن تجيب بها متابعين ما يعرفون يكتبون. اسهل طريقة ممكن تسويها وتحس نفسك كرنج بس تجيب لك مشاهدات. طريقة ناس سويتها وصلت 19 مليون واللي تنزل هواي فيديوهات. يعني باليوم تنزل فيديو 2 3 4 بدون مونتاج قبل تنزل، مثل الناس من يسوي لك ردة فعل على اي شيء. واو طير، واو عقربة، واو اترو نزل شي غير بوبج. ومثل اترو اللي ينزل ويكتب لك فتح بوكسات بقيمة 20,000 دولار وهي 20,000 جدة، وينزل لك فيديو هام باليوم نفس المقدمة ومو يم الكاميرا ومو يم ردة فعل ومو يم المونتاج مثل الناس. واو سكن، واو انفور ثلجي، واو ماكو شيء. الطريقة الثالثة ما انصحك تسويها، ما انصحك تسويها شلون ما ادري. سويها خليها احكي عليك واجيب مشاهدات، وانا خايف بعد هذا المقطع كل الناس تروح الطريقة الثالثة واليوتيوب يعالج من كثر ما ينزلون مقاطع. طريقة فاشلة صح ووصلوا بيها هواي ملايين، بس طريقة فاشلة محدو. واللي يسويها وينجح يقول لي على مود يسوي لي ترويج مو ببلاش. اترك سواها الناس، سواها سيد سواها. اردت اسويها بس جتني ظروف كذا ما كان عندي خلق. وراح اسولف لكم شيء ما له فايده اذا وصلت لهاي النقطه. اطلع لان باقي الحكي ما منه فايده بقت يمك. طبعا هذا التعليق من الفيسبوك عجبني وقلت لازم اقوله. والصراحه التعليق ذكرني بواحد صديقي من اهالي الشعله ببغداد اسمه سمير، عنده محل جام سيارات بشيخ عمر. اكو واحد بالفرع وراه صاحب ورشه حداده اسمه ناظم، بس مو الغزالي لا هذا غير واحد. بيتهم بالمشتى، وتعرف المشتى بنباتات واشجار، من ضمنها الاشجار شجره رمان شلون ورد بيها احمر فاتح بيها صبغ باب امامي، بس خوش صابغينها يوم صباغ بالكسره. بس شلون صباغ شغله نظيف. مره لقيت يمه واحد عنده مرسيدس 82 نيليه مشتريها من مهندس عنده مكتب ساعة السعدون مقابل حديقة الأمة. بالركن اكو جراج مال واحد مصري عايش بالعراق من الثمانينات، مرات يسولف على مصر والاهرامات شلون نظام سياحة عندهم. وعندهم شارع سياحي بين بغداد وديالى. ديالى معروفة بالبرتقال، البرتقال يحتوي على فيتامين سي يفيد المناعة بدل ما تروح للصيدلية. الصيدلية الموجودة مقابل مرطبات فقمة الكرادة. هاي المرطبات خوش مرطبات، صاحبها عايش بغير دولة بس مجملنا. وجاي لنا وعنده اخو اسمه حازم يشتغل عمال، لان هذول اثنيناتهم متعاركين على الورث وما حد اخذه. ومن تعاركوا وطلع عندهم اخو صغير اسمه ناظم، اخذ الورث ودق الناصه بيهم وتزوج وخلف 2 ولد وبنيه. الولد كبر وخلف وصار عنده ولد. فديوم طبع لي ابوه قال له ايش تسوي؟ قال له جاي ابا الفيلسوف. وكان ياكم الفيلسوف اللي مخرط باخر دقيقة من هذا المقطع. وهذه السماعة هاي